باتجاه المغرب، وهناك نتحدث عن فريق هو علامة بارزة في تاريخ الكرة المغربية بل في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، وهو فريق الرجاء الذي كان صاحب أفضل إنجاز على مستوى مشاركات الفرق العربية في المونديال للأندية باحتلاله المركز الثاني في النسخة قبل السابقة. نتابع تقريرا عن الرجاء أبرز العلامات في تاريخ الأندية المغربية. الرجاء المغربي. اربطوا الأحزمة لأننا سنحلق الآن في أجواء أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية على الإطلاق، الرجاء. ارفعوا معنا القبعات لهذا النادي، الرجاء الرجاء الرجاء. نعم، إنه نادي الرجاء المغربي، نادي منح الكرة العربية أفضل إنجاز لها في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية. هو أكثر الأندية شعبية في بلاده، ورغم ذلك وحتى قبل أيام كان تاريخ تأسيسه مثار جدل واختلاف، إلى أن ظهرت وثيقة تاريخية تؤكد أنه تأسس في 20 من مارس عام 1949. ومثله مثل غالبية الأندية العربية التي تأسست في تلك الحقبة، كان الإشهار لأسباب وطنية من قبل المقاومة المغربية للاحتلال الفرنسي بهدف تأسيس فريق قادر على تمثيل كل المغاربة. وتردد المؤسسون عند اختيار الاسم ما بين الرجاء والفتح، لكنهم احتكموا إلى القرعة التي اختارت الرجاء، وتم التحايل على حظر السلطات الفرنسية تولي المغاربة رئاسة الأندية باختيارهم حجي بن عبدي الفرنسي الجنسية والجزائري الأصل لتولي الرئاسة. إلا أن النادي ارتبط أكثر بالأب الروحي للكرة المغربية محمد بن الحسن التونسي العفاني الشهير بلقب الأب جيكو. ويمتلك الرجاء البيضاوي سجلا حافلا بالألقاب، شأنه في ذلك شأن غريميه الكبيرين الوداد البيضاوي والجيش الملكي، ويعتبر علامة بارزة في سماء الكرة المغربية، لكنه تفوق على كل أقرانه بالإنجازات العالمية، حيث كان أول ناد أفريقي وعربي إلى جانب النصر السعودي مشاركة في النسخة المونديالية الأولى بالبرازيل عام 2000، قبل أن يعود بإنجاز أكبر وهو التأهل كأول فريق عربي إلى نهائي المونديال في نسخة عام 2013 والتي احتضنها المغرب، وتوج يومها بفضية المركز الثاني بعد خسارته أمام عملاق أوروبا بايرن ميونخ الألماني. وتخطى الرجاء إنجاز الفوز ببرونزية المركز الثالث والتي حققها فارسين عربيين وهما الأهلي المصري والسد القطري.